طيب المكان بتاع النهارده نازل عنه كميه فيديوهات اليومين اللي فاتوا كانت بشكل مش طبيعي، وكلهم بيتكلموا عن حاجتين: منيو سري وسندوتشات شكلها جامد جدا. فانا هجربه، لو طلع فعلا يستحق الضجه المعموله عليه فاحنا نقول اسم المكان، اما بقى لو طلع انتينال وهوا من الاخر كده فولا كاني جربت حاجه. فرحت وطلبت اشهر سندوتشات الناس كلها بتتكلم عنها، واسمحوا لي اللحظه كده اتغزل في طعم السندوتشات اللي نزلت لي هناك. يعني ده كان عليهم واحد تريبل تشيز برجر، ايه ده؟ هو حرفيا السندوتش ما كانش فيه غلط. بس الاجمل منه بقى بالنسبه لي وكان اختراع رايق قوي كان سندوتش اسمه جراند او مشروم، وهو ده بقى اللي هياخد جايزه سرق قلبي جامد جدا هناك. بعد السندوتش ده بقى نفخت صدر زياده، وللاسف دخلت في سندوتش غريب عجيب مريب عباره عن سماش برجر عليه فاهيتا وصوص باربيكيو، فكان ميكس جديد جدا على بق تقيل وغريب وسبايسي وجامد، بس ما اظنش هيعجب كل الناس للاسف. عكس بقى سندوتشين ابسط من بعض، واحد اسمه بيج ماوس وده سماش برجر عادي بس غرقان جبنه شيدر صحيح، فكان سندوتش بيزك جدا فما فيش اتنين هيختلفوا على طعمه نهائي. والتاني بقى سندوتش فراخ اسمه تشيك دي. فالتجربه في العموم كانت تمام جدا جدا، لان صعب الصراحه الاقي حاجه بتخيش في مطعم عتره، وعنوانه سهل جدا هتلاقوه في سموحه قدام محطه سيدي جابر على طول.